تامر حسني ورامي جمال عاملين أغنية تجنن اسمها ما بتتنسيش. تعالوا نسمعها مع بعض. كان عقلي فين مني زمان، انا جيت قوي عليه، قفلت انا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بايديا انا اذيته طول السنين، وجالي قلبي ازاي كده والقسوة جات مني، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بايديا، اناني كنت وهو كان باقي عليا، انا اللي الف مرة خان والعب في يوم فيا، فعلا ما بيتنسيش، وحاولت اتعايش بفشل واقفة حياتي ومش بعيش، وبكابر عامل قادر وان فراقه ما يهزنيش، وانا تايه في الحياة، فعلا ما بيتنسيش، وحاولت اتعايش بفشل واقفة حياتي ومش بعيش، وبكابر عامل قادر وان فراقه ما يهزنيش، وانا تايه في الحياة. فعلا ما بيتنسيش وبكابر وعامل قادر إن فراقه ما هزنيش. فعلا ما بيتنسيش. كم واحد فينا بيبقى جوه علاقة وحد بيحبه قوي وحد بيستحمله وبيستحمل كل الوجع اللي بيشوفه منه، بيستحمل الأذى وبيستحمل الغدر وبيستحمل الخيانة، بيستحمل حاجات كتير قوي على أمل إن اللي قدامك يتغير، على أمل اللي قدامك يشوف قدرتك على التحمل وقد ايه انت صابر على حاجات ممكن غيرك محدش يقدر يصبر عليها. لكن بتلاقي الطرف التاني بيسوق فيها، ضامن وجودك، ضامن ان انت موجود عشان انت عودته طول الوقت انك بتستحمل، عودته طول الوقت انه مهما عمل فيك انت موجود. فكرة ضمان وجودك بيخلي الشخص اللي قدامك ما يقدركش، يستهين بوجودك، يحاول انه يضغط فيك اكتر واكتر لانك ما قلتلوش مش قادر، ما قلتلوش انك موجوع، ما عبرتش عن وجعك، انت طول الوقت بتستحمل وطول الوقت ساكت. سكوتك ده خلاه يجي عليك ويجي على حقك لحد ما جه الوقت وانفجرت، ولما انفجرت خسرك لانك ما قدرتش تكمل، ما قدرتش تقول تاني، ما قدرتش انك انت تستمر في العلاقة اللي كلها جرح وكلها وجع وكلها ألم وكلها أذى. محدش فينا بيقدر يستمر في علاقة ما بياخدش منها حاجة إيجابية، طول الوقت بيتأذى وطول الوقت بيجي على نفسه على أمل ان اللي قدامه يحس وان اللي قدامه يتغير. لكن اللي قدامه للأسف فاكر ان السكوت ده رضا، وان السكوت ده انا كده ضامن الشخص اللي قدامي، مهما عملت فيه مش هيتأثر، ومهما عملت فيه هو موجود ومش هيمشي. لكن للأسف بيجيلنا وقت وما بنبقاش قادرين نستحمل أكتر، بنكتفي من كتر الأذى والوجع، بيبقى الكلام اللي جوانا مش قادر يطلع من كتر الوجع، لأن سكوتنا قلنا فيه حاجات كتير قوي. فلو سمحتوا، لو انتوا باقيين على الناس اللي في حياتكم ما توصلوهمش لدرجة انه خلاص يبيعوا كل حاجة وما يبقوش على حاجة، لان اللحظة اللي فيها الست بتوصل لمرحلة القفلة مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تخليها ترجع تاني عن القفلة اللي وصلت لها. قفلة الست بيبقى ما فيهاش شعور اصلا، ما فيهاش احساس، لا هي بتحبك ولا هي بتكرهك، هي مش حاسة اتجاهك بأي حاجة، وده أصعب شعور ممكن توصل ليه البني آدمة اللي قدامك، لأنها استحملتك كتير وجت على نفسها كتير، اتكلمت مرة وسكتت مرة واتوجعت 1000 مرة، لكن انت فضلت مستمر في وجعك وما حاولتش انك تصلح من نفسك، بل بالعكس فقت لما خسرتها، فقت لما ضيعتها من ايدك، فقت لما ما لقيتهاش فجأة ما بين ايديك، لانك كنت فاكر انك مهما عملت هي موجودة. فوقوا لنفسكم عشان ما تضيعوش الناس الغالية اللي في حياتكم وبعديها ترجعوا تندموا، ولا ايه؟